يا صباح الفل. النهارده جايلكم بفيديو مهم جدا جدا جدا. الفيديو ده خاص بمثلا الناس اللي عندهم الضغط، اللي عندهم فقرات الرقبة او الظهر مش مظبطين، او مثلا كانوا عاملين عمليات قبل كده والعمليات ديت مش مخليهم قادرين ان هم يمشوا زي الاول. بجد انا بنصحكم بالحجامة. الحجامة يا جماعة بجد خطيرة. انا جربتها مرة واحدة، وهو المفروض لساني مرتين تانيين. من اول مرة فعلا انا حسيت بفرق. اول حاجة كان التنفس عندي مش مظبوط. حسيت شوية ان التنفس بقى احسن. تاني حاجة اللي هو الام الرقبة والفقرات بتاعة الظهر بدأت تظبط معايا جدا جدا جدا. وكنت عاملة عملية قبل كده فالعملية دي يعني نزل فيها دم كتير. لا، الحجامة طلعت الدم الفاسد بتاع العملية. حسيت ان الضغط بقى مظبوط اكتر. الناس اللي عندها خشونة في الركبة طبعا بتفيدهم جدا جدا جدا. وما ننساش ان دي حاجة من الطب النبوي، وانا فعلا يعني بقول لنفسي انا ليه من زمان ما عملتش حاجة زي كده. بجد يا جماعة عايزاكم تدخلوا وتشوفوا فوائد الحجامة، وهتلاقوا فوائدها كتيرة جدا. وانا دخلت على جوجل، واصلا ما كنتش اعرف حد هنا في اسماعيلية. كتبت احسن حد بيعمل حجامة في اسماعيلية، لقيت اللي هو اسمه كابنج بتاع اسماعيل سرور. انا اصلا يعني ما اعرفهمش، بس فعلا الخدمة بتاعتهم فظيعة. ممنوع الموبايلات. دي حاجة برايفت جدا، يعني ما مش هتصوري اي حاجة خالص هناك، مش هتخشي في شنطتك. آه، يعني نظافة بجد ما شفتش بعد كده. فانا عملت اول جلسة فحسيت بفرق، فعشان كده هكمل الجلستين التانيين، وبنصحكم بالحجامة.